أقترح على قادة مثلي أن يرفضوا فكرة أن داعش تمثل الإسلام. يجب علينا أن نقول كذلك أننا لا نسعى لمكافحة الإسلام. يجب أن يتحدث الجميع بوضوح بغض النظر عن المشكلات، فإن الخسائر قد أضرت حتى بالإسلام والمسلمين. وعندما نكون جميعا بأعمالنا لرفض حديث العنف والتطرف، وعندما نكون كلنا بأعمالنا لنكون واضحين بشأن واقع أن هناك قيم عالمية ومبادئ يجب أن يتم احترامها في هذا العالم المتصل ببعضه البعض. هذه هي بداية الشراكة، وكلما تقدمنا فيجب علينا أن نجد سبل لتحقيق التسامح والتضمين، ونحن في حاجة للقيام بذلك على الإنترنت. نحن في حاجة كذلك لرفع أصوات هؤلاء الذين يعرفون نفاق مجموعات مثل داعش بما في ذلك المتطرفين السابقين، فكلماتهم سوف تعبر بشكل كبير عن الوضع اليوم. وأعرف أن هناك بعض النقاشات حول تلك الأصوات. لقد شاهدت جرائم سيئة تم تنفيذها من قبل داعش. هذا ليس جهاد ولكنه قتل. لقد شعرت بالصدمة مما رأيته، أشخاص يقتلون مسلمين آخرين. هل هذا هو المستقبل الوحيد الذي يمكن أن أتوقعه؟ هذه هي فكرة البعض الذين قد انضموا إلى تلك المجموعات الإرهابية وبعد ذلك رأوا الحقيقة، ولذلك خرجوا ونصحوا الشباب الآخرين بألا يرتكبوا نفس الأخطاء ولا يتم خداعهم ولا يضحوا بحياتهم مقابل لا شيء. يجب أن نعبر عن تلك الأصوات ونقدم فرصة لها لكي تتحدث. في كل هذا العمل فإن الموارد الأساسية هي المجتمعات نفسها، خاصة هؤلاء الشباب الموجودين معنا هنا اليوم. نحن معنا مجموعة من الشباب الذين يتمتعون بمواهب ويطورون أدوات جديدة للتواصل الاجتماعي وللوصول إلى الشباب. معنا قادة كذلك من المجتمع المدني وشركات تكنولوجية كبرى تريد أن تدعم هذه الجهود. أريد أن أتحدانا جميعا بأن نقوم بتطوير شراكة لدعم ابتكار وإبداع الشباب المسلم، ليس فقط لفضح أكاذيب الإرهابيين ولكن كذلك لتحسين معيشتهم هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أماكن أخرى.